وبيبدأ ملخصنا بسوق وهو بينقي الطقم اللي هيقابل بيه مامتها، وبيروح مقدم لها خاتم ألماس وبيقول لها تتجوزيني. فبتروح مديله واحدة تصدمه. ليه بقى؟ عشان محدش بيتقدم لحد كده. ومامتها بتكلمها عشان يجيبوا حاجات وهم جايين، وبتبقى عازمة العيلة كلها تقريبا. المهم مامتها بتنزل وبتقولها خلي بالك من الحالة اللي على النار. فسو بيروح وراها وبيطلع الخادم. فبتقوله تاني انت ما شفتش فيلم امبارح؟ الناس كانت متأثرة ازاي لما البطل طلب ايد حبيبته بعد ما اتعلم يعمل لها الأكل اللي بتحبه وحط لها الخاتم جواه. فبيقول لها مش هعمل كده انا، وبيروح ملبسها الخاتم. مامتها بترجع بقى وبتشوف الخاتم في ايديها فبتفرح ان بنتها وافقت تتجوز. وبيجي ميعاد العشاء وبتيجي عيلتها تشوفه. فبتقول لهم محدش يغلس على جوزي. تاني يوم بيروحوا يزوروا باباها، وهناك مامتها بتعتذر لسو عن الكلام اللي هي قالته له زمان لأنها كانت خايفة على بنتها. فبيقول لها معاكي حق، وبيعتذر لها هو كمان عشان ويان ما ودعتش باباها بسببه. فبتقوله إن ده القدر وما تحسش بالذنب. وبتيجي ويان وبتقول لمامتها إن صوته حلو قوي. فبيروحوا أوضة كاريوكي. هو بيغني هناك في الأول شوية، وبعد كده هما بياخدوا المايك يغنوا. فبيتسطر من صوتهم هما الاتنين. وبيصحى تاني يوم مصدع جدا منهم. وبيجي وي وبيسأله على ويان. فبيقوله إنها راحت لزميلتها بالسكن. فوي بيقوله إنها ماتت من 3 سنين، وإن ويان بتعمل كده عشان تقلل من توترها وإحساسها بالوحدة. فبينزل سو يستناها، ولما بتيجي بتقوله إن زميلتها عاجبها الخاتم قوي. فبيقترح عليها تسافر معاه. فبتقول له حاضر بس اخلص دراستي الاول، وكمان عشان انقل مكتب بابا واجيلك. فطبعا لما بيسافر بيبقى قلقان عليها جدا. فبيخلي شيولو تقول لها انه عينه وجعاه ومش راضي يروح للدكتور يكشف. تعالي انتي وديه عشان هو ما بيسمعش غير كلامك. وفعلا بتسافروا على طول، وهو بيعمل نفسه عينه وجعاه. فبتروح معاه للدكتور واللي طبعا متفقين معاه هو هيقول ايه بالظبط. فبيقول لهم إن عينه وجعاه بسبب الكحول الكتير اللي كان بيشربه، ولازم حد يفضل جنبه ويهتم بيه عشان عينه ما تتضرش. فبتقرر إنها بتفضل معاه وتبقى تسافر على الامتحانات. وبيرجعوا بيته تاني وبيلاقيها بتكلم زميلتها في التليفون. فبيقلق عليها وبياخد رأي دكتور. فبيقوله خليك معاها أطول وقت ممكن، هي بتعمل كده بسبب إحساسها بالوحدة. بيرجع البيت بقى وبتقوله عاملة لك أكل هتاكل صوابعك وراك. فبيقلق منها عشان طبخها وحش. فبيسألها انت طبخة ايه؟ فبتقوله اللحمة بس. فبيروح واكل من كل الأكل التاني ما عدا اللحمة. بالليل مرات أبوه بتكلمها وبتقول لها لو عندها وقت تيجي تزور بابا. فلما بيروحوا لهم بتبقى متوترة. طب أنا المفروض أناديها ايه؟ طب بالنسبة لأبوك عصبي ولا ايه؟ فبيقول لها لأ خالص ده لطيف زيي بالظبط. فبتقول له أنا كده اطمنت. فلما بيدخلوا بتعزف على البيانو، وهو بيقول لباباه ما توترهاش وسيبها لما تخلص. بالليل بتتفرج على فيلم بس بتلاقيه عين وجعته. فبتقول له غمض وانا هحكيهولك. وبتقول له ان البطل بيدور على صاحبه ومش لاقيه، حتى اسمه مش موجود في قائمة الطلاب. وبتبقى بتحكي قصتها هي وزميلتها. فبتسكت. وبتيجي بقى حفلة تخرجها وبيقعدوا يتصوروا مع بعض وبيبقوا مبسوطين. وبيجهزوا بقى لفرحهم. فبتروح تحجز الفستان وبتروح البيت. وسو بيقول لها تمضي بقى على عقد جوازهم. وبيسيبها وبيمشي عشان تاني يوم فرحهم، ودي ما بتعرفش تنام. فبتروح مكلماه ومصحياه، وبيفضل معاها على التليفون وهما الاتنين بيناموا. تاني يوم بقى كل واحد بيجهز نفسه وبيتجوزوا. بعد الجواز بقى لما بيرجع البيت هي بتفتح له تدخل على طول، بس هو بيتضايق منها وبيفضل مستنيها تستقبله بنفسها من على الباب. فبقت بتسيب له الباب مفتوح. فبيفضل برضه يرن الجرس لحد ما تستقبله هي. فبتزهق بقى وبتروح تشتكي لشيولو، وإن بتقول لها إنه بيعبرلك عن حبه بالشكل ده. ولما بتروح بيسمعها لحن ألفه. فبيعجبها جدا وبتقوله انت مش اعتزلت، انت هترجع تاني. فبيقول لها لأ،
بس أنا عملته عشان أسمعهولك. فبتقول له خلاص، وأنا هقرر أشاركه مع مين. وبتروح المحطة وبتقول للمستمعين إنها هتسمعهم لحن الإيجي. ولما بيرجع البيت بيلاقيها جايباله الشيوجي يقضي معاهم يومين. وبتحط بقى الأكل وبتروح تقعد جنب الشيوجي. وده بيتضايق وبيروح قايم من غير ما ياكل، غيران من شيوجي. تاني يوم بتقول أنا خارجة، خلي بالك منه. فأول ما شيوجي بيقع بيقول له ما تعيطش، طالما رجلك وإيديك بيتحركوا تبقى تمام، وما تعيطش عشان انت راجل. فبيقول له إنه طفل. فبيرد عليه طالما بتتكلم وبتمشي لوحدك تبقى مش طفل. فويان لما بترجع بتلاقيه بيعرج وبيقول لها إنه تمام، طالما بيعرف يحرك إيده ورجله يبقى تمام. تاني يوم زو بيبقى مسافر عشان عنده اجتماع. ولما ويان بتصحى بتبقى تعبانة، فبتروح تكشف. والدكتور بتقول لها إنها حامل في بداية الشهر التاني. فبتفرح جدا وبتروح تقول لسو، واللي بيقول لها أنا جايلك حالا. وبيروح يشوفها بسرعة وبيرجع للاجتماع تاني، بس ما بيبقاش مركز فيه أصلا. وهو بيصدق يخلص عشان يرجع لها بسرعة. بس لما بيرجع بقى بيدخل لوحده من غير ما تستقبله ولا حاجة. فبتستغرب جدا وبيدخل يعمل لها الأكل اللي نفسها فيه. فويان بتتصل بشاولو تقول لها على اللي حصل. فبتقول لها ممكن عشان الطفل، وإنه حس إنه مش بس زوج ولكن أب كمان. تاني يوم سو بيروح للدكتور وبيرجع قلقان عشان الدكتور قاله إنه ممكن مرض عينه يورث البيبي. بس ويوم بتطمنه إنه حتى لو إحنا كده كده معاه ومش هنسيبه. وبعد فترة بينتشر على السوشيال ميديا إن إيجين اللي اختفى من فترة هو سو ورئيس شركة أرضي. فطبعا بيخلي فريقه ياخد الإجراءات المناسبة. ويان بتتوتر وبتكلمه تطمن عليه. فبيقول لها إنه تمام، بس تقفل الستاير وهو هياخدها بالليل عشان الصحفيين. بس هي بتبقى تعبانة ومش بتقوله. فبينزل يروح لها بعيد عن البيت وبياخدها على الشقة الجديدة. بس وهما في الأسانسير بتتعب جامد وبيغمى عليها. فبيوديها المستشفى وبيقول لها يلا بقى واطلعي أحسن أنساكي في يومين واتجوز تاني. فبتقوله كداب. وتاني يوم بتقوم وبتبقى زي الفل هي والبيبي. وبعد كام سنة بنلاقيهم معاهم بنوتة عسولة. وياه بتغير منها على طول. وبيخلص مسلسلنا. ولو عجبكم المسلسل دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في مسلسل تاني. سلام.